اسعار الالعاب للجيل الجديد سواء بلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس ما راح ترضي الاغلبيه، خصوصا بعد الزياده اللي نقدر نقول انها شبه رسميه. واخر تغيير الاسعار كان في 2006. ايش الاسباب؟ هذه واحدة من الاشياء اللي حتعرفوها في مقطعنا اليوم. كل 30 ثانية جهاز بلاي ستيشن 5 جديد. هي هذه خطة سوني لجهازهم البلاي ستيشن وكيف حيغزون السوق. في الجهة الثانية مايكروسوفت حددوا اخيرا موعد مؤتمرهم الجديد، وغير طبعا استهزائهم بجهاز البلاي ستيشن الواضح والصريح. واخيرا يا جماعة الخير تفاصيل جديدة عن لعبة ريزيدنت ايفل بجزءها الثامن، وهذه المرة من المطور وبشكل رسمي، وغير طبعا لعبة روك ستار الجديدة واللي واضح انها حتكون عالم مفتوح لكن بالفي ار، وشكلها جي تي اي 5. لا تعصب، شوفوا المقطع واستمتع. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ ان شاء الله انكم طيبين ومبسوطين. ورجعنا لكم باخبار دسمة هذا الاسبوع. نعرف بعضكم بيقول احمد ممكن لكم فترة صاحبين، اللي بيعرف تفاصيل ليش مختفين في اليومين اللي راحت يقدر يجينا على السناب والانستغرام. حاليا حنشارككم تفاصيل اخبار الاسبوع اللي راح والاسبوع هذا كمان، اللي نوعا ما صراحة غريبة. فقبل لا نبدأ سووا الاشتراك، اللايك، وتظبطونا بالامور هذه كلها، واهم شيء النشر يا جماعة الخير. خلونا دحين ندخل على طول في المقطع. لعبة هايبر سكيب الجديدة اللي بيقدمها لنا استديوهات يوبيسوفت والمجانية. أنا عارف يمكن كثير منكم بيقول أحمد معلش طفشنا من موضوع الباتل رويال، وأضم صوتي كمان معكم، لكن خلينا ناخذ صورة كذا بسيطة عن اللعبة هذه ولا نحكم على أي شيء إلى ما بعد نجرب، وخصوصا أن اللعبة في النهاية ترى حتكون مجانية. خلينا نبسطها. اللعبة تقريبا وعلى زي ما نشروا الشباب في مقالة سووها مقابلة خلينا نقول مع يوبيسوفت، وأخذوا تفاصيل كثير عن اللعبة. خلينا نقول هي خليط ما بين كول اوف ديوتي وإيبكس ليجند في نفس الوقت، فتقدر تقول لعبة شوتر لكن برضو كمان فيها خصائص أو قوة خارقة نوعا ما. طبعا اللعبة حتدعم 60 إطار في الثانية، سواء كان لجهاز الإكس بوكس 1 أو جهاز البلاي ستيشن 4 أو حتى الحاسب الشخصي. نتكلم هنا عن البي سي اللي بمتوسط المواصفات. بالإضافة إنه اللعبة إن شاء الله حتنزل كمان على أجهزة الجيل الجاي، سواء بلاي ستيشن 5 أو حتى الإكس بوكس القادم أو سيريس إكس. بالنسبة للعب المشترك بين المنصات، إلى الآن يوبيسوفت ما شاركتنا تفاصيل في هذه النقطة بالتحديد، لكن لو حبيت تنقل من منصة لمنصة مختلفة ثانية حتقدر، وبكل بساطة حتكمل على نفس الليفل أو نفس المستوى اللي انت واصله. ففي النهاية الخيار حيكون لك، خصوصا في الموسم الأول. اللعبة طبعا شيء طبيعي حتدعم اللغة العربية، يوبيسوفت مو مقصرين في هذه النقطة. والأهم من هذا كله إنه اللغة العربية حتكون مدعومة من أول ما تنزل اللعبة، حتى في موضوع نسخة البيتا والاختبار خلينا نقول، لكن للأسف واضح إنه البيتا ما حتتوفر عندنا. هذه المعلومات اللي موجودة إلى الآن. الأهم من هذا كله شخصية نور اللي هم حاطينها بالحجاب اللي انتم شايفينه، واللي أكدت يوبيسوفت على شخصية نور انه بيحاولوا يطلعوها لنا بأفضل طريقة ممكنة مع فريق التطوير، خصوصا انه شيء طبيعي حتمثلنا. بالنسبة للباكجات، أكدت يوبيسوفت إنه الباكجات وقت ما تبغى تشتري أي شيء حتلاحظ إيش الأشياء اللي أنت حتاخذها، ما حيكون شيء عشوائي، وهذه خطوة صراحة جدا ممتازة. كل شهرين حيكون تقريبا في عندنا موسم جديد. ولما توجه لهم سؤال من فريقنا على موضوع كم تقريبا مدة الجيم بلاي حياخذ أو المباراة الواحدة حتاخذ، فقالوا ممكن ما بين 15 إلى 20 دقيقة. من الميزات برضو إنه في حال حصلت نفس سلاحك مرمي على الأرض حتقدر كمان تستخدم وترقي في سلاحك، لكن ما راح تقدر تسوي نفس الحركة دي مع الأسلحة النارية. ممكن تكون الصورة مي واضحة، بس أتوقع لو لعبنا حتكون واضحة لكم بشكل أكبر. أحد الميزات برضو اللي عجبتني شخصيا إنه مو شرط إنك أنت تقتل كل الناس عشان تقدر تفوز في النهاية، لا مو شرط، تقدر تتخبى أو خلينا نقول تقدر توصل لين النهاية، لأنه في ميزة إضافية حطوها للفوز إنه تستخدم تاج، والتاج هذا لو قدرت تمسكه لمدة تقريبا 45 ثانية حتقدر تفوز. فهذا نوعا ما حيعطي اكشن، لانه الكل حيصير يطاردك ويحاول زي فكره كابشر ذا فلاج مثلا في باتل فيلد، او افتكر برضه في لعبه باتل فيلد كان زي كذا تشيل قنبله وتحاول توديها لجهتك وكل العالم تخيلوا بيطاردك، كانت رهيبه الصراحه في باتل فيلد 4. ميزه اخيره افتكرتها، في حال انك مت ترى تقدر تتفرج على اخوانك وهم بيلعبون، فما ادري كيف حيقننوها هذه النقطه، لانه صراحه حتخلي الواحد يغش على قولتهم بالراحه في اللعبه. فعلى العموم حنشارككم تفاصيل اكثر وقت ما تتوفر لنا، لكن حاليا هذا كل اللي موجود عندنا، وان شاء الله حشارككم جيم بلاي وقت ما تتوفر لنا اللعبه. موضوع الجيل الجديد والالعاب وقديش انه فكره زياده الاسعار
مسببة أزمة ممكن للبعض. الآن احنا بندفع تقريبا على أقل نسخة $60. الآن بيرتفع السعر إلى $70، وهذا الموضوع انفتح بسبب انه لعبة NBA 2K21 او 21 الجديدة اللي حتنزل خلال هذه السنة شاركونا 2K اسعارها، واللي واضح انه ارتفعت من 60 ل 70 لأجهزة الجيل الجاي. هذا الموضوع اللي سوى بلبلة كثير، وما وقف الموضوع طبعا على كذا. حسب شركة IDG اللي متخصصة في دراسة السوق والمؤشرات بشكل عام للسوق، اتكلموا على انه هذه اتفاقية صارت بين خلينا نقول مطورين الالعاب والشركات بشكل عام، انه لازم يزودوا من اسعار الالعاب، خصوصا مع قيمة او التكلفة اللي قاعدة تكلفها هذه الالعاب، واللي تقريبا على حسب التقارير بعضها انه من سنة 2005 تخيلوا زادت التكلفة تقريبا 300%. ولو نلاحظ كل شيء تقريبا ارتفع مقارنة ب 2005 و2006 من ناحية القطع، التلفزيونات، الشاشات بشكل عام. يعني انا بتكلم على التقنية، إلى أنه أسعار الألعاب ما اختلفت، وجاء الوقت تقريبا اللي حتتغير فيه هذه الأسعار. لكن في نقطة مهمة لازم احنا ما نغفلها، لا ننسى أنه الشركات دائما بيحطون لنا DLC أو بيحطون لنا باكجات أو بيحطون لنا أمور مرة كثير داخل اللعبة، فبيطلعوا دبل سعر التكلفة بكثير. يعني كان $60 على بالك هو السعر الأخير، لا هم بيطلعوا فعليا من أشياء ثانية، فما هم أغبياء لذي الدرجة. فالسؤال اللي يطرح نفسه وأنا حاب كمان أطرحه عليكم، لو كانت العاب الترابل اي او الالعاب الكبيره خلينا نقول المشهوره المعروفه زي كول اوف ديوتي، جراند ثيفت اوتو، الحصريات القويه بشكل عام، هذه الالعاب لما تحط لك اشياء داخلها كمان تقدر تشتريها، سواء سكنات سواء ملابس سواء كان اللي كان، هل الموضوع هذا بيكون مقبول لكم بالاضافه لقيمه اللعب اللي حيكون غالي؟ هذا السؤال اللي انا ودي اشوف آراءكم فيه تحت في قسم التعليقات. حسب تقرير انتشر لنا من موقع تويك تاون ونشر التفاصيل هذه طبعا من خلال نيكي آسيان ريفيو، إن سوني عندها مصنع في كيسيرازو اليابانية. طبعا هذا المصنع بتعتمد عليه بلاي ستيشن تقريبا من سنة 1994، لكن في الآونة الأخيرة المصنع هذا حسنوا وظبطوه وعدلوه وخلوه يعني شيء من الآخر من سنة تقريبا 1994، لدرجة يحتوي على أكثر من 32 من الروبوتات في صف بطول تقريبا 100 قدم. تقدر تغلق أجهزة بلاي ستيشن بشكل دقيق وسريع، وحسب إحصائيات عام 2019 إنه سوني عندها المقدرة إنها تنتج جهاز كل 30 ثانية. الملفت للنظر إنه هذا المصنع ما فيه تقريبا غير 4 أشخاص بس اللي بيشتغلوا فيه، على أساس إنه يكونوا زي الإشراف والصيانة في الحالات الضرورية. وسوني في الفترة الجاية حتركز على 4 منتجات، البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 4 البرو، وعندنا جهاز البلاي ستيشن 5 بالنوعين الديجيتال والنوع العادي. فهل هذا العدد تتوقع إنه فعلا حيكفينا خصوصا مع الظروف الأخيرة؟ اعطوني رايكم. واذا انت متحمس بتحجز جهاز البلاي ستيشن 5 حاليا، وزي ما انتم عارفين موديل الكترونيك اللي هو الوكيل الحصري للبلاي ستيشن عندنا في السعوديه فك صفحه تقدر تسجل فيها ايميلك بحيث لما يوصل الجهاز تقدر تحجزه، بالاضافه لمكتبه جيري. للناس اللي ممكن تتساءل على الاسعار، في قدامكم حتشوفوا قيمه الاكسسوارات او خلينا نقول الاغراض اللي حتيجي مع جهاز البلاي ستيشن 5، وطبعا هذه على حسب او خلينا نقول الادعاء هذا على حسب موقع نوت بوك شيك. هذه قيمة الأسعار زي ما انتم ملاحظينها قدامكم. يمكن أبرزها سعر الجهاز تقريبا $500. عندنا النسخة اللي ديجيتال بس حتكون $399. قيمة الكنترول تقريبا $59 أو $60 خلينا نقول. الشاحن $29 إلى $30. الكاميرا $60 خلينا نقول. عندنا السماعة حيكون قيمتها $159. والبي اس 5 الريموت اللي يتحكم فيه واللي تكلم عنه أخوي سعود قبل كذا $29.99. الستاند حق البلاي ستيشن 5 حيكون $25. ولعبة مارفل سبايدر مان مايلز حيكون قيمتها كمان $39. طبعا لو تلاحظون تقريبا اغلبها تاريخها خلينا نقول في العالم ما بين 20 نوفمبر، لكن في اليابان خلينا نقول في يوم 14 نوفمبر. بعضكم يمكن يتساءل ليش سعر اللعبة كذا رخيصة. اتوقع يمكن لانها هي عبارة عن تكملة واشتغلوا على نفس اللعبة بس حسنوها وظبطوها وعالمها منفصل في نفس الوقت، يعني ما هو الشيء خلينا نقول بدوا فيه من الصفر، بقدموا انه تكملة لجزئية معينة على حسب ما فهمنا. وبرضه في تقرير كامل نزل اخويا سعود في القناة اللي حاب يتأكد من التفاصيل هذه اكثر عن لعبة سبايدر مان الجديد. والان مع اخبار سريعة. فيديو جديد للعبة جوست اوف توسيما بيوضح لنا بطل اللعبة وهو بيقاتل المغول. طبعا واضح من طريقة اللعب انه
عرض سينمائي ما هو جيم بلاي حقيقي خلينا نقول، وبيبين لنا قد ايش طريقة جين في القتال وهو بيحاول يخترق خلينا نقول صفوف المغول. طبعا اللعبة واضح انها واعدة، وللتذكير اللعبة حاليا تحت المراجعة وانتظروها ان شاء الله على الموقع في يوم 14 يوليو الجاي. للتذكير اللعبة حصرية على اجهزة بلاي ستيشن 4 وحتنزل في يوم 19 خلال هذا الشهر مع دعم كامل للغة العربية فقط في النسخة المحلية. مين فينا ما يعرف شركة تنسنت، واحدة من أكبر الشركات التقنية والمتخصصة في ألعاب الفيديو، واحدة من الألعاب اللي ماسكينهم سواء ببجي موبايل أو ببجي بشكل عام، بالإضافة للعبة كول اوف ديوتي موبايل. طبعا حاليا سووا استوديو باسم لايت سبيد وحيشتغلوا على لعبة عالم مفتوح للجيل القادم. الموضوع المثير انه احد الاشخاص اللي ضموه حيكون قد اشتغل قبل كده على لعبة جراند ثيفت اوتو 5 او حتى ريد ديد ريدمشن 2. اللعبة حتكون موجهة لاجهزة البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس الجاي، لكن الان ما عندنا تفاصيل عنه. الشخص هذا اللي هو ستيف مارتن المخضرم واللي اشتغل قبل كده مع استديوهات روك ستار، لكن ننتظر تفاصيل اكثر، خصوصا انه في كلام انه سكوت وارنر اللي صمم لعبة هيلو اللي له تاريخ حافل في صناعة الألعاب، في كلام كمان ضموه في هذا الاستوديو. لعبة فول اوت حطوا عليه لكن هذه المرة بمسلسل، بحيث انه ليزا جوي وجوناثان نولان اللي اشتغلوا قبل كده على مسلسل ويست وورد الناجح جدا حيشتغلوا مع تود هاورد من استديوهات ألعاب بثيسدا وجيمس أتلمان من بثيسدا سوفت وورك على هذا المسلسل. ما في تفاصيل أكثر من كذا، لكن أعطوني رأيكم، هل متحمسين تشوفون اللعبة هذه كمسلسل أو لا؟ وأخيرا يا جماعة الخير، مايكروسوفت بيعلنوا عن مؤتمرهم الجاي واللي حيكون في يوم 23 جولاي القادم باسم اكس بوكس جيم شو كيس. ما في اي تفاصيل عن هذا المؤتمر، بس نتوقع ممكن نشوف شيء لهيلو انفينيت، ممكن نشوف شيء لهيل بليد، يعني ممكن يستعرضون بعض الالعاب اللي احنا شفناها. فان شاء الله حنكون معاكم في تغطية، وفي حال اي اخبار جديدة حنشارككم اياها اول باول في الموقع قبل القناة. والله يا جماعة اللي وجه السؤال هذا خبيث، والله خبيث من جد خبيث. جيسون رونالد مدير برامج الاكس بوكس اتوجه له سؤال من موقع اكس اتاكا الاسباني، سألوه عن الاس اس دي الخاص بجهاز البلاي ستيشن 5. ايش رايك في سرعته والفخر او التفاخر اللي قاعد تسويه سوني بسرعه الهارد ديسك او الاس اس دي الخاص فيهم الجديد؟ فكان رده بكل بساطه انه احنا ما ندور على ارقام قياسيه نحطمها ونكسرها على الورق على قولتهم، احنا نشتغل او هدفهم الاساسي لجهاز الاكس بوكس انه يكون جهاز متناسق بالاداء وعلى المدى البعيد، مو عشان نحقق ارقام وكسر ارقام. يعني بكل بساطه مايكروسوفت كل اللي حاولوه مع جهاز الاكس بوكس انه ما يضغطون على الانويه عشان يسرعون من الجهاز او نظام التشغيل بشكل عام، ففصلوها. بالاضافه انه عشان يضمنوا انه يصير في تدفق او خلينا نقول سرعه في البيانات اكثر في الجهاز، حطوا انظمه ثانيه زي عندنا الدايركت ستورج، وعلى حسب كلامهم انه هذا افضل بالنسبه لهم في ادخال واخراج البيانات. فبالمختصر كذا المفيد اعطيكم زبده الكلام، كل شركه قاعده تحاول تبني خلينا نقول هدف معين خاص فيهم بطريقتهم الخاصة اللي تناسب توجههم، مو على المدى هذا، على المدى البعيد. فسوني شايفين الهارد ديسك السريع يناسب جهازهم، واكس بوكس شايفين انه الجهاز يكون متكافئ من كل النواحي افضل من هذه الناحية. في النهاية اللي حيفصل في الموضوع لما تنزل الأجهزة، كالعادة الحصريات اكيد حيكون لها رأي في هذا الموضوع. نيجي الحين لجهاز الاكس بوكس المسمى بلوك هارت، او زي ما انتشر في الفترة الأخيرة اكس بوكس سيريس اس او الصغير. يعني المشكلة التسريبات جاية من مصادر شبه او خلينا نقول موثوقة خلاصة الموضوع، وفي كلام انه هذا الجهاز فعليا وصل لمختبرين ولاستديوهات معينة، وهذه ابرز النقاط اللي تم مشاركتها. النسخة تقريبا وصلتهم ما بين شهر ابريل ومايو اللي راح. الجهاز حيكون بقوة 4 تيرافلوب مع وحدة معالجة توصل ل 20 وحدة حاسوب CUS. الهارد ديسك حيكون SSD دعم تقنية NVMe زي اللي موجودة كمان برضو في الاكس بوكس سيريس اكس، برضو كمان على البلاي ستيشن 5. الجهاز حيدعم وضوح 1080p، حيكون طبعا يدعم تقنية ال 4K، حيكون شكل الجهاز تقريبا زي جهاز الاكس بوكس 1 اكس الى حد ما، وممكن يكون كمان اصغر شويه. اللون الرمادي حيميز هذا الشكل عن طرحه في السوق. الجهاز موجه بشكل عام للمراهقين وصغار السن فقط، ومحدودي الدخل اللي حابين يتمتعوا بالعاب الجيل الجديد. الاسم النهائي غير مقرر الى الان، لكن
ممكن يشيل اسم اكس بوكس سيريس اس او حتى اكس بوكس سيريس اي اس. تطوير الالعاب الخاصه بهذا الجهاز ما راح ياثر على تطوير العاب الاكس بوكس سيريس اكس، حيتم تطوير الالعاب بشكل اساسي عليه ثم على نسخه باقل جوده للجهاز الثاني. من المتوقع انه الاكس بوكس سيريس اكس حينزل في البدايه خلال موسم اجازات هذا السنه 2020، وممكن وبعد كده حيتبعوا جهاز الاكس بوكس سيريس اكس اس بوقت قصير. هذا تقريبا اللي جاء على لسان موقع ويندوز سنترال، واللي يعتبر من اهم المواقع اللي دائما يكون صراحه اخباره موثوقه. فاعطونا رايكم. واضح انه الجيل الجديد كلهم بينزلون على جهازين، نسخه اقتصاديه والنسخه خلينا نقول العاديه، كنا وجبات صار. احد المسربين واللي اسمه جاز كوردن طلع لنا بخبر جدا غريب انه الاكس بوكس واضح حيكون في له كمان اصدار ثالث غير الاكس بوكسين اللي انتم عارفينها وتكلمنا عنها. هذا الاصدار الثالث باسم ايدن برو. الاسم صراحه غريب، بس على العموم التفاصيل اللي موجوده حاليا يا انه هذا حيكون فعلا جهاز جديد يا انه حيكون عباره عن خدمه جديده، بس بشكل عام الموضوع محير. فما عاد بقي شيء على المؤتمر وحيوضح بعدين كل شيء تقريبا. فعلا موضوع غريب. هذه تعتبر من اهم المقابلات مع اثنين من ابرز المطورين لسلسله ريزيدنت ايفل اللي هم تسويشي كندا، اسمها الياباني والله صعبه، وبيت فابيانو. المقابله طبعا صارت في مجله فاميتسو اليابانيه، كشفوا فيها الكثير من التفاصيل. فضل يرجع لأليكس إنيل بترجمته من الياباني الى الانجليزي، وخلونا ناخذ مع بعض ابرز الاسئله. في البدايه سالوهم على موضوع لعبه ريزيدنت ايفل ومتى قدروا يخلصوها، مع انه ما مر الا تقريبا 2.5 شهر على لعبه ريزيدنت ايفل 3. فقالوا بكل بساطه لهم 3 سنين شغالين على هذه اللعبه ومخططين لها. برضو سألوهم عن كريس في الجزء السابع انه ايش اللي كان يسويه بالضبط وايش علاقته مع ايثن ومايا. ردهم كان الافضل انه نتحداكم، وضحك طبعا في الموضوع اذا قدرتوا تخمنوا اصلا العلاقة. يعني ما قال، لما نلعب حنعرف في الغالب. يظهر VII او 3I خلينا نقول في شعار فيليج. ليش سميتوها بريزنت ايفل اجل 8؟ بكل بساطة انه فيليج هو البطل او القرية هي البطل الجديد في اللعبة. فما اعرف فيليج اذا كان شخص ممكن كمان تترجم بهذه الطريقة، او يقصد انه القرية فعليا هي اللي عليها التركيز. برضو من الأسئلة اللي سألوهم في العرض تقريبا لاحظنا كلمة قصته تقترب من النهاية، فكل اللي وضحوا لنا انه لا تنسوا ريزنت ايفل 8 تكملة لقصة ريزنت ايفل 7. سألوهم انه في الشاشة في باب يشبه اللغز، وهل معناته هذا الالغاز حترجع في لعبة ريزنت ايفل فيليج؟ فكان بكل بساطة انه غير موضوع الرعب والقتال والجمع العناصر او اللوتنج خلينا نقول في اللعبة بشكل عام، اكيد الالغاز حتكون لها حيز كبير جدا لانه معتمد اللعبه كمان على الاستكشاف. هذا جزء من اسلوب لعبه ريزيدنت ايفل بجزءها الثامن. طبعا مو كل الاسئله هذه، في بعض الاسئله حتحصلوها برضو كمان موجوده عندكم في الموقع للي حاب يقراها بشكل كامل ويتمعن، ويمكن يشاركنا حتى في الموقع. قولوا رايكم ايش الاشياء اللي انتم متحمسين فيها لهذا الجزء. هذا الخبر صراحه يعني حاولوا للامانه تاخذونه كذا، ماني عارف. انا عارف المجتمع روكستار بشكل عام متشائم كثير، خصوصا من تصرفات روكستار الغريبة في الفترة الأخيرة، فالشباب حتى هم متشائمين حتى في الموقع. الخبر بكل بساطة إنه استوديو فيديو جيم ديلوكس، هذا الاستوديو هو نفس الاستوديو اللي اشتغل لنا على لعبة LA نوار بس نسخة الVR، لأنه نفس الاستوديو اللي سوى لنا لعبة LA نوار من زمان طيرتهم روكستار، والحجة بسبب المبيعات وإن اللعبة ما نجحت ذاك النجاح اللي هم متوقعين روكستار، أو ممكن حاطين ستاندر معين زي GTA 5 أو Red Dead Redemption إلى آخره. فبشكل عام هذا الاستوديو اللي موقعه في استراليا وضح إنه هذه 7 سنة تقريبا بيشتغلوا فيها مع استديوهات روكستار، وتخيلوا عددهم كم؟ 10 أشخاص. واحد منهم بريندان ماكن مارا، هذا نفس المخرج اللي كان مسؤول عن لعبة LA نوار في استديوهات تيم بانداي اللي قبل تقريبا 9 سنين روكستار قفلته في سنة 2011. الناس صارت متخيلة انه ممكن يكون VR لبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس للعبة GTA 5. ما صراحة ما استبعد، وما اقدر اقول شيء صراحة في هذه النقطة لانه ممكن ما نستبعد شيء، لكن في نفس الوقت ممكن يكون مشروع للعبة ثانية منفصلة. لكن اللي يخلي الواحد يتشائم اكثر صراحة عدد الاشخاص، يعني نتكلم من 10 اشخاص، فالاغلب صار يرشح
خلينا نقول يرجح كفة لعبة GTA 5 لأنه اللعبة جاهزة مطورة، بس كل عليك إنك تقلبها VR، فما تحتاج عدد كبير على قولتهم عشان يشتغلوا عليها. فهذا واحد من الأشياء اللي خلتهم يتفائلوا شر في النقطة هذه. فصراحة ما أعرف شو أقول لكم، بس كشخص محب روكستار أحس إنه خرجة دان هاوسر حتأثر كثير. قلنا هذا الكلام في آخر مقطع، أتمنى هذا الشيء ما يصير، بس على قولتهم دوام الحال من المحاربة، مسألة وقت وحيبان الموضوع بشكل أكبر. فأتمنى ما تحرمونا تشاركونا التفاصيل آراءكم في هذا الموضوع أو كل المواضيع اللي شاركناكم إياها اليوم في أخبار دسمة. كان معكم حمران من قناة فيديو جيم فور عرب، نشوفكم إن شاء الله في مقطع جدا قريب. مع السلامة.